ليه يابا؟ مره واحد ظابط حب يخرج ولاده وداهم مسرح الجريمه. السواقه مين بيسوق اكتر، الراجل ولا الست؟ مين؟ معروفه. ايه؟ لا لا ايه؟ لا، ده في وفيات، عدد وفيات حصلت مهول. صراحه بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، كل يوم بيفوت ويمشي ساب اكيد جواك علامة. شوف كنا فين وبقينا الوقت فين، سبب فرحتي يا مأسماني سكتي، درغاني عالقمر وندى عليك يا عيون، لا بتنافق ولا بتخون، دي علينا ندخل خان خلتنا نتحط شان، ايوه بسببك قادر اكمل. مره فرخه اتجوزت فيل خلفوا تشيكن فيليه. طب واحد وقع من 10 دول لقى ايه؟ لا فوق. الف مبروك جواز صديقي احمد سعد من النجمه سمية الخشب. الحمد لله يا رب ان انا اتطلقت، وبقولها لك دلوقتي الحمد لله لان انا حياتي كانت في خطر معاه. اختياراتي مدمره حياتي. المغني اللي اختياراته مدمره حياته فعلا. في بدايته كان بيتصدر الصحف والمانشيتات بسبب خلافاته مع ريم وسميه اللي كانت ماسكه الترند لسنين، والناس بطبعها بتحب تتفرج على الخناقات دي والمشاهدات كانت بالملايين. وبعد المشاكل الكبيره اللي حصلت له دخل في صراع مع نفسه، طلعه على الناس في اغانيه اللي كانت مليانه نكد وحزن، وخلوه يطلع يسال الناس بعد ما سال نفسه كتير ومرساش في يوم على بر هو اللي فيه الخير ولا هو اللي فيه الشر. كنت عامل الاغنيه دي اغنيتين بصراحه، الاغنيتين دول هم احلى اغنيه بتقول سالت نفسي كتير مرستش يوم على بر، سالت نفسي كتير. الدنيا كانت واقفه ضده وتوقف عن الغنى مرتين لحد ما الزهر لعب معاه، واخر كام سنه اكتسح المجال والكل لاحظ نجاحه بعد جوازته الاخيره اللي كانت فعلا سبب فرحته وبيها قادر يكمل ويبدا من الاول تاني. احمد سعد مش مجرد مغني، ده بيقدر يعمل جو في اي لقاء بيظهر فيه ويقلب الدنيا بنكته وقلشه، واثار الجدل اكتر من مره لما اتكلم عن اخوه العالم الدكتور سامح سعد بطريقه الناس قالوا ان فيها اهانه ليه، وكمان باللبس الغريب اللي بيظهر بيه من اول الهدوم الشبيكه الشفافه اللي معروف انها ملابس نسائيه لاخر ظهور ليه باطلاله قلبت الدنيا عليه. احمد سعد علي سيد قناوي اتولد 20 اغسطس 81 في محافظه القاهره. عيلته كانت كبيره شويه وعنده 9 اخوات. طفولته كان ليها الفضل في تكوين شخصيته بشكل كبير، لكنها قلبت ضده في الاخر وكانت سبب في انه لجأ لدكتور نفسي عشان يتعالج. نوع من انواع الامراض، يعني لو وصل لديس اوردر يعني، او وصل لانه هو يعني بقى مش عارف تسيطر عليه. فمعظم الحاجات الميزات اللي في حياتنا لو تحولت الى شيء انت مش قادر تتحكم فيه بيبقى مرض. حبه للغنى سيطر عليه بشكل كبير من وهو صغير، وبسبب تحكمات اخوه خد خطوه جريئه جدا في سبيل تحقيق حلمه. عندي اخ كبير هو عالم كبير جدا جدا، وهو دلوقتي من اهم العلماء، فكان يقول لك انت عايز تخش معهد موسيقى عربيه على راسي، بس لازم تاخد شهادتك الاول. الايام دي كانت فتره صعبه جدا عليه، وكان طول الوقت بيحاول يوصل للي هو عاوزه، وبدا يشتغل في التلحين، والموضوع ده جه معاه بالصدفه. انت بديتها تلحين؟ عملت تبليغ راغب علام. دي ليها حكايه، ده انا عايز اعرف الحكايه بتاعتها. دي حكايتها انا عملتها في 24 ساعه. وسنه 2003 الدنيا بدات تضحك له، وقدر ينزل اول البوم ليه بعنوان اشكي لمين. ويا ريتني فهمتك لما قابلتك. والالبوم ده كان عباره عن 8 اغاني، لكن اشهرهم كانت اغنيه اسمها حبيب روحي. حبيب روحي بحبك موت. واغنيه يوم واتنين. يوم واتنين يا شاغلني هواك. وكمان اغنيه عزيز عيني. سلمني عليك يا عزيز عيني. الالبوم ده كسر الدنيا، وده كان اول عمل لاحمد سعد، وده خلى الناس وقتها يتهموه ان دخوله لعالم الغنى كان بالواسطه، وان اخوه هو السبب في تقديمه، لكنه رد على الكلام ده. اول حاجه ليا كان فيديو كليب الاول، كان فعلا قبل عمرو. بس انا الاول. انت الاول. وعشان يقدر يوصل للي هو عاوزه مر بفتره صعبه جدا عليه، وعرفناها لما طلع وحكى اللي كان بيحصل له ورا الكواليس، الجزء اللي محدش كان عارفه حتى اقرب الناس ليه، وكان بيقسى قوي على نفسه عشان يثبت للكل انه قد كلمته. فضلت طول الوقت في حياتي احاول بس عشان اثبت لهم ان وجهة نظري صح. طول حياتي عايش عشان تثبت لناس، ما تفكرش انك انت تثبت لنفسك. الانسان لما بيضغط على نفسه قوي ويقسى عليها زياده عن اللزوم، بيجي عليه وقت لما الظروف تسمح له بيكون الممنوع مرغوب، وده اللي حصل بالظبط مع احمد سعد. فبعد النجاح والشهره الكبيره اللي حققهم، وبعد ما الفلوس جريت في ايده، قرر يعمل حاجات اول مره يعملها في حياته. يعني كان السنين اللي قبليها ده اكبر حاجه كسبت منها في حياتي، والسنين اللي بعد كده اكبر هدر هدرته في حياتي. 8-9 سنين من حياتي
ببسط، بدور على الانبساط فين وبجري وراه. في سنة 2006 اتجوز أول مرة، وكانت واحدة من خارج الوسط الفني، وكانت الجوازة بعيدة عن الأضواء، وجوازهم ده استمر لحد سنة 2011، وانفصالهم كان بهدوء والأسباب غير معروفة. وبعد فترة الراحة اللي خدها من الغنى رجع من تاني سنة 2007 بألبوم وحشتني عيونك. وحشتني عيونك وانت بعيد. الألبوم ده كان عبارة عن 12 أغنية، زي أغنية كفاية كده، يا كده أسوأ وجراح، وأغنية النهاردة زي بكرة النهارده زي بكره، اللي حققت مشاهدات كبيرة وقتها، هي وأغنية بعد اللي ما بيننا، بعد اللي ما بينا، وكمان أغنية يا خسارة. اختفى شوية عن الأنظار، وبعدين بقى سنة 2011 فاجئ الكل بأول دور تمثيلي ليه في حياته، واللي كان في مسلسل إحنا الطلبة. واحد على مني يا حارة. سلام يا موقوف كتكليلة. وطبعا غنى تتر المسلسل. دي ما كانتش أول مرة يمثل فيها، ورجع يمثل تاني في فيلم على وضعك، وعمل أغنية الفيلم اللي كسرت الدنيا. على وضعك يا معلم. سنة 2015 نزل أغنية أنا عاشق، اللي كانت دويتو مع نهال نبيل. على كل أنا عاشق، مين سمعك أنا عاشق. بدأت الدنيا مع أحمد سعد تتغير تغيرات جذرية من أول سنة 2016 لما خطب ريم البارودي، ولقينا المشاكل بينهم ما بتقفش وما بيبطلوش خناق. مرة سيبنا بعض وبعد كده رجعنا لبعض آخر النهار. في مرة من الخناقات دي عمل لها أغنية بصلي وأنت بتتكلم. بصلي وأنت بتتكلم، عايز أتعلم إزاي أداري. ورغم إن الدنيا ما كانتش مبشرة إنهم هيكملوا، بس في الآخر اتخطبوا وكتبوا الكتاب، وبعد كده فاجئ ريم وانفصل عنها، وهي ما كانتش متوقعة إن دي النهاية. بس لما عرفت ارتباطه بسمية الخشاب ورغم حبها الكبير ليه، نزلت بوست تبارك لهم. بس احمد وسمية نفوا كلام ريم وقالوا ان مفيش حاجه من دي حصلت، وان اللي بينهم شغل وبس. الغريب بقى ان احمد سعد اتجوز بعدها على طول من سمية الخشاب سنه 2017. جواز احمد بالسرعه دي كان صدمه كبيره لريم، خصوصا ان كان بينهم قصه حب كبيره، واللي زعلها اكتر ان سبب الانفصال كان خيانته ليها مع سمية الخشاب. مش عايزه اتكلم في خطفته ولا ما خطفتوش او ايه، لكن انا كنت موجوده ساعتها في الحياه. كل ده كان على لسان ريم، لكن سمية طلعت ردت على اللي قالته ريم كله من خيانه وانهم خبوا جوازهم، وقالت اللي اتقال كله كان كلام ملوش اي اساس من الصحه. ولما اتجوزنا زي ما قلت مع عمرو اديب طلعنا على الهوا، والمأذون كان موجود وبيكتب الكتاب. ولحد دلوقتي محدش عارف كلام مين اللي صح. والغريب بقى ان سمية الخشاب واحمد سعد انفصلوا عن بعض هما كمان، بس انفصالهم ده كان بسبب مشاكل كبيره جدا حصلت بينهم، لدرجه انه في مره كان هيخلص عليها. كان هيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضيه شروع في قتل. والضربه كانت متعدده بالخاتم اللي في ايده في ظهري في مكان الطحال، انفجر طحالي وانا مش حاسه. واللي خلاها تطلع عن شعورها وتعلن الكلام الخطير ده لما احمد سعد طلع وقال عليها كلام استفزها جدا. اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه يبقى مش تمام. قليل لما بنلاقي احمد طلع عن شعوره وبيتكلم بالطريقه دي، لكن السبب في حالته دي كان كلام سمية عنه، وانها طلعت ووصفت طلاقها منه بالشكل ده. بعض الحالات ربنا بيرزقك بطلاق عشان بيكون ليكي احسن انك تبعدي. ده اللي حصل باختصار، والموضوع كان ماسك الترند الفتره، والكل كان متابع المشاكل دي بتفاصيلها. احمد سعد كان الفتره دي بيعيش حاله صدمه ومش مستوعب اللي بيحصل له. انا زعلان ان الناس بتطلع تتكلم معايا عليا كده وهم معايا بيبقوا حبايبي وروحي. جوازات احمد سعد على طول مش مفهومه لحد دلوقتي، فلما انفصل عن ريم البارودي صداقتهم فضلت مستمره وما انفصلوش عن بعض في الحقيقه، وكانوا على طول في تواصل. بالعكس كمان فضلت ريم هي اللي بتدير شغل احمد. والغريب كمان انه في فتره ارتباطه بسميه لما كانوا بيتخانقوا مع بعض كان بيروح يشتكي لريم، وانا بتكلم معاها لانها بتعرف اخبار ان احنا مع بعض ما بنتكلمش، وانا عاوز اتكلم معاها وهي عايزه تتكلم معايا. بنتكلم مش بنتكلم في حب ومب واسد ودب. وبعد كل اللي حصل له ده كان لازم يقول ان الاغنيه اللي بتعبر عنه هي اغنيه سالت نفسي كتير. سألت نفسي كتير. ومش بس الاغنيه دي، الاغنيه التانية اللي قال عليها بتعبر عنه اصعب من الاولى. اغنيه تانية بس كنت قاسي على نفسي فيها شويه، بتقول انا انسان ملوش احساس وبعمل كل شيء ممنوع. الفتره دي كان بيعمل اغاني بس مش باستمرار، وفاجئ الناس بشكل جديد لما نزل اغنيه بمناسبه مولد النبي باسم صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ومش بس كده، ده كمان كان بيقدم ابتهالات وأدعية زي على فيض الكريم. على فيض الكريم ومش بس كده، ده أبهر الناس بقدرته الكبيرة على تلاوة القرآن بصوت عذب. وملائكته يصلون
الناس حبوا جدا الشكل الجديد اللي كان ساعات بيظهر بيه، لكن في نفس الوقت ناس كتير اعترضوا واثار الجدل بالذات بتلاوته للقران، وطبعا كان لازم يظهر دور علماء الازهر عشان يرشدوا الناس. حضرتك ما ينفعش تكون مغني وتيجي تقرا ايه وتقول ده انا مش عارف ايه وترجع تغني تاني. والخلاف ده طبيعي، خصوصا انه كان بيلعب على الحتتين وبينزل اغاني عادي بطريقه مش مناسبه مع اللي هو بيقدمه، وهنا بيبان التناقض في افعاله. لكن الاتجاه الاكبر ليه ما كانش على الاغاني الدينيه، ولا حاول انه يطور من الانشاد وتلاوه القران، وكمل عادي في طريقه ونزل اغاني من تاني زي تتر مسلسل يونس ولد فضه، واللي كان باسم بحبك يا صاحبي اللي كسرت الدنيا. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي. كمان نزل الاغنيه اللي حققت مشاهدات كبيره وقتها، اللي وصفوها الناس بانها اغنيه الغلابه، وهي اغنيه سجن الخوف. على الغلبة. وبعدين قرر يدلع جمهوره شويه بعد النكد ده كله، ونزل باغنيه يا متدلع سنه 2019. يا متدلع يا متدلع يا سايبني في نار قلبي مولع. وبعدين سنه 2020 فاجئ الكل لما عمل اغنيه 100 حساب مع حسن شاكوش. انا وسط ناسي يتعمل لي 100 حساب. الغريب انها كانت اكتر اغنيه محققه مشاهدات لاحمد سعد وقتها، لكن زي ما كسرت الدنيا قلبت الدنيا عليه. من قبل عرضها حصلت مشاكل كبيره بسبب ان الاغنيه ما كانتش مترخصه، وكانت سبب في ان النقابه هددت احمد سعد وشاكوش بانهم هيتوقفوا عن الغنى لو الاغنيه نزلت من غير تصريح، وفعلا اتوقفوا لفتره لحد ما قدروا يعملوا التصريح. ودي ما كانتش اول مره يتوقف فيها احمد سعد، ففي اكتوبر 2021 اتوقف للمره الثانيه بسبب انه ما دفعش غرامه ماليه كانت عليه بسبب انه عارض قرارات النقابه، وغنى في حفله في الساحل الشمالي بفلاشه وما استعنش بفرقه موسيقيه، ودي كانت المره الثانيه اللي يغني فيها بدون فرقه موسيقيه في مكان عام، والغرامه وصلت ل 20,000 جنيه. وبعدها بشهر سدد الغرامه والنقابه لغت القرار ورجع تاني للغنى. كمان السنه دي اتصدر الترند لما ظهر في صوره مع محمد رمضان وهو شايل سمية الخشاب خلال تصوير مسلسل موسى. كل الحبايب جنبه فعلا. الصوره دي طبعا اثارت الجدل وولعت السوشيال ميديا ضده، لكن احمد سعد كان ليه راي تاني على اللي بيعمله. محمد رمضان بقى جه كلمني قال لي بقول لك ايه، انا عايزك تعمل اغنيه معايا انا وسمية، انت عندك مشاكل؟ واضح ان محمد رمضان كان ذكي وبيعرف ازاي يعمل الترند، لكن كلام احمد سعد ان مفيش بينه وبين سمية خلافات كان مش صح، خصوصا بعد اللي حصل. استفزاز على السوشيال ميديا من ناحيتك ومن ناحيتها. بصراحه هي معاها حق، لان معاها حق طبعا. لان الريبوست اللي نزل هو ريبوست، وانا معرفتي بالسوشيال ميديا مش قويه قوي، فالناس بتبعت تعمل فيديوهات بتغني الاغنيه او بتبعت من انهي نوع. واحنا مش هنقول حاجه في الموضوع ده بعد رد فعل المذيع، لكن بعد اللخبطه اللي كانت في حياته لفتره طويله والمشاكل الكتيره اللي مر بيها ما اثرتش عليه بشكل سلبي، بالعكس دي ما كانتش الا تسخين، خد خطوه لورا عشان يطلع 100 خطوه لقدام. قدر السنه دي انه يخوض تجربه الجواز للمره الرابعه، واتجوز من صديقته عليا بسيوني. بعد جوازه منها الناس كلها لاحظت اهتمام احمد سعد بشغله اكتر، وبدا ينزل اغاني كل واحده احلى من الثانيه، زي اغنيه عليك يا عيون. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون، اللي كسرت الدنيا وحققت ارقام كبيره عدت ال 300 مليون على اليوتيوب بس، وبان عليه فعلا احساسه الكبير في الاغنيه اللي كان كل كلمه بيقولها بحب. بعدها نزل باغنيه وسع 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 وسع، ونجاحها ما يقلش عن نجاح الاغنيه اللي قبلها. ونزل كمان اغنيه اختياراتي مدمره حياتي كده ليه، اللي الناس اتفاعلوا معاها بشكل كبير، وواضح كده انها جت على الجرح، وكل الناس اختياراتهم مدمره حياتهم فعلا. وبعدين نزل اغنيه قادر اكمل، ايوه بسببك قادر اكمل، اللي كان واضح فيها انه بيهدي كلامه لزوجته اللي كانت الجندي المجهول في حياته. احمد سعد ابهر الناس بالاغاني دي، ومش بس في الاغاني الفرديه، ده كمان نجح نجاح كبير في اغاني الافلام، زي اغنيه سايرينا من فيلم من اجل زيكو. سايرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا، واغنيه اليوم الحلو ده من فيلم عمهم. اليوم الحلو ده الاغنيه اللي بقت موجوده على طول في اي مناسبه حلوه، واللي كتير ما يعرفوش ان احمد سعد كان هيعمل الاغنيه دي مع ويل سميث. الحقيقه فعلا ان هو كلمني وقال لي تعالى نعمل مع بعض ايه اليوم الحلو ده، والاغنيه دي من اكتر الاغاني اللي بيحبها احمد سعد، وبالنسبه ليه في حته تانية. اليوم الحلو ده في حياتي مختلفه عن اي حاجه ممكن اكون عملتها. لا ليه بقى؟ في شوارع في باريس بيرقصوا عليها الناس زي ما انت قلت بالظبط. وكمان عمل دويتات نجحت جدا زي الدويتو اللي عمله مع روبي في اغنيه يا ليالي، ودخل على التقيل وعمل كمان دويتو مع أصالة في أغنية سبب فرحتي. ومش بس كده، ده كمان عمل مع يسرا دويتو في أغنية نغزة. نغزة 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 جت لي في
قلبي نغزة. الاغنيه اللي قلبت الدنيا على التيك توك في الايام الاخيره، وكمان عمل مع نوردو وزعيم اغنيه يا عراف. عراف عرفني ان كان راح ونسيت، اللي كانت طالعه ترند وقلبت الدنيا، خصوصا ان اللي معاه في الاغنيه كانوا وجوه جديده، وما خافش من انه يعمل حاجه جديده معاهم، ولا خاف ان حاجه زي كده ممكن تاثر على نجوميته وتفشل. وكمان كان عامل من كام سنه دويتو مع هاني شاكر في اغنيه يا بخته. يا بخته اللي احنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده. ولما طلعوا يتكلموا عن ازاي هم نجحوا مع بعض في الاغنيه، محدش فهم حاجه من كلامهم من كتر ضحكهم، لدرجه ان الناس شكوا انهم شاربين حاجه قبل اللقاء ده. بعت له حاجات مش هو بص ليه ده خبط على الباب وداخل. المقطع ده انتشر بشكل كبير وسموه ترند سلاح التلميذ، ولما استضافوهم عشان يعرفوا كواليس اللي حصل في اللقاء جه ردهم يعني انا فعلا احمد ضحكني في كيمياء ما بينكم. اما جينا عملنا اللقاءات بعدها طبعا فضلنا برضو مكملين. من هنا بقى اكتشفنا لاحمد سعد موهبه جديده غير الغنى، وهي القلش والنكت اللي بيقولها. مكتشف موهبته دي بقى هو عمرو اديب. كلم الجمعيه الاستهلاكيه عشان الاسعار فقال لهم يا جماعه الحقوني اللبن غلي، قالوا له اطفي عليه. هو اللي جابه لنفسه وما حرمش برضه، كل سنه لازم يخليه يبهره بموهبته الجديده. هو راح جه بقى دخل الحفله راح لقى ايه رقم 8 بيرقص، قال له الله هو انا مش ما عزمتكش، انت ايه اللي جابك في الحفله؟ قال له ده انا رقم 0 بس متحزم. وخلاه يقدم نكت لضيوفه في الحلقه. اشمعنى هو بس اللي بيسمع الابداع ده؟ طب واحد واقع من 10 دول لقى ايه؟ لقى فوق. طب واحد واقع من 10 دول لقى ايه؟ لا مصرعه. لا مصرعه لا دي حلوه. وموهبته دي ما وقفتش لحد هنا، وطبعا لازم يقدم فقرته دي في البرنامج اللي كان بيقدمه هو واخوه، وهو برنامج بيت السعد. ما ينفعش يحرمهم من النكت الفظيعه دي، زي ما حب يعرض موهبته لمي عمر. موديل ما عرفتش تنام ليه؟ من صيحات الموضه. رياكت وشه على النكت اللي بيقولها هي اللي بتضحك مش كلامه. وما ننساش طبعا حلقته مع احمد فهمي اللي كانت مليانه ضحك. ممكن تعجب بيك عفريته جدا. حصلت لك؟ لانك نفس الشكل. حصلت لك؟ جرامافون مثلا. بيشرب سيرلاك في بايب. جاب سيجار. ومش بس كده، دي هبت منه خالص في البرنامج، يعني ممكن تلاقيه قاعد بيضحك لوحده. لا والله ما عدتش بس ربنا قدرنا. يعني معظم والله جاموس. والله يجنني وحياة ربنا. وبيعمل حركات غريبه كده لوحده من غير ما حد يجي جنبه. يعني مراقبهم. مش المفروض اهزر وانا قريب من ايده اليمين. لا يعني عشان ايده اليمين طرشه. اخوه خلاص جاب اخره منه في البرنامج ده. شكله الفترة الأخيرة نسي هو كان بينكد على الناس ازاي في أغانيه اللي اتشهر بيها واللي كان بيقدمها في بدايته. اول مثلا 4 5 6 سنين في حياتي كان لما بيجي لي فرح كانوا بيصعبوا عليا العريس والعروسه ان انت هتنكد عايز عليهم. اقول لهم انتوا جايبيني ليه عملتوا كده في نفسيكم من كتر الاغاني الدراما والحزين. حتى نسي ازاي يتكلم بطريقة فيها جد شوية، واحنا كمان نسينا وبقينا نضحك على ردود أفعاله. اسكتي لو سمحتي. اسكتي لو سمحتي. اسكتي لو سمحتي انت. اسكتي. اسكتي انت. بعيدا عن الهزار، الموقف اللي حصل له ده واللي اتشهرت منه اللقطة دي كان بسبب انه اتفق مع مديرة مهرجان في تونس انه هيقدم الحفلة وبس ومش هيعمل لقاءات، ولما خلص غنى وخرج اتفاجئ بان الكل حواليه وجايين يسجلوا معاه وهي كمان معاهم، وده ضايقه جدا. عشان انت اصلا مالكيش علاقه اصلا، ما بتعرفيش تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقه بالحفلات. ده اللي حصل ورا الكواليس، لكن اللي اتصدر للناس وقتها انه بيهين المرأة التونسية، لكنه بريء من كل الاتهامات دي. نرجع تاني لمواهبه بعد الاكتشاف العظيم الاول. اكتشفنا تاني موهبة ليه مؤخرا وهي تأليف رقصات تيك توك، وطبعا كلنا شفنا رقصته في مسلسل الكبير قوي. اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي. وألف كمان رقصة على أغنية تانية وطلع يعملها مع محمود سعد، وخلى الجمهور يشاركوا معاه كأنهم بيعملوا تمارين الصباح. صدقيني لو بإيدي كنت أشيل بين وريد. وطبعا عمرو أديب لازم يجرب هو كمان. يستنى دوره جاي أهلا باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. واللي اتفاعلت معاه قوي وحبت الموضوع كانت إسعاد يونس، والدنيا وسعت منها في الآخر. جنان احمد سعد ما وقفش بس على قلشه ولا حركات، ده كمان بيثير الجدل بلبسه الغريب اللي بيظهر بيه في حفلاته وكليباته، لدرجه انه في حفله لبس تنوره والناس كلها اتفاجئت من اللي عمله ده. سمية الخشاب ما سكتتش واستغلت الفرصه وطلعت علقت وقالت وانا اقول لبسي راح فين، وهو طلع رد على كلامها ده بتريقه. تقول اللي هي عايزاه واي حد يقول اللي هو عايزه، هم كلهم جمهوري وكلهم ناس عايزه مصلحتي كان ليهم ردود فعل مختلفه على اللي بيلبسوا، ولما اتسالوا هل ممكن يعملوا زيه ويلبسوا كده كل واحد كان ليه رايه، زي رامي صبري اللي اعترض على الفكره. لا انا ما اعرفش اعمل كده. ليه؟
انا قلت لك وانا بشتغل الجمهور دايما شايفه قدامي. احمد سعد شخصيه عفويه وتحسه مش بيفكر قوي قبل ما يعمل اي خطوه، لكن ممكن يكون كل اللي بيعمله ده بسبب مرض حب الظهور اللي كان بيعاني منه، اللي اتكلمنا عنه في بدايه الفيديو. انما لما يتحول لك انك عايز تبقى الاوحد، مش عايز الناس اللي حواليك تبقى ظاهرين معاك، ده يبقى محتاج دكتور عشان تنزل في الليفل. بس مع كل الانتقادات دي محدش يقدر ينكر حاله النجاح الكبيره اللي قدر يعملها، ده حتى الاغاني اللي كان بيعملها في الاعلانات كانت بتكسر الدنيا. نبدا باغانيه لشركه كبيره زي اورنج اللي عمل ليها اكتر من اغنيه ناجحه زي اغنيه الكبير روق جمعنا يا كبير يا كبير، ولا اغنيه رايق قوي رايق قوي انا حلوه قوي، كمان اغنيه مغطي على الكل غطي انا على الكل مغطي. ومش بس دول، ده عمل اغاني كتير لاورنج وكلها نجحت، والاغنيه اللي جايه دي بقت علامه في العيد، وكانت في الاصل اعلان لشركه زين. دندشه لبس وحركات فرقع لعبه قدرت الاغنيه دي انها تفرفش الناس كلها حرفيا، وكمان عمل اغنيه لدعم اطفال مستشفى 57 باسم صاحبي يا جدع. صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل. يعني كده احمد سعد عمل اغاني لكل حاجه، وقدر انه يكسر الدنيا السنين الاخيره، وكمان بقى رقم 1 في مجاله بشهاده من زمايله في الغنى. الفتره الذهبيه بتاعت احمد سعد فعلا، يعني احمد وانت سعد كمان برضو ما لا شاء انا اقول لك الله. حاجه، لا احمد بجد، احمد السنتين اللي فاتوا عمل حاجه صعبه جدا، انه عمل اغاني كتير قوي حلوه كلها هيتس سوبر هيتس. واحمد سعد مش مصدق النجاح الكبير اللي بيحققه باستمرار، وفلسفته عن النجاح مختلفه عن اي حد. بقالي 3 سنين الحمد لله، فضل من عند ربنا، بنجح نجاح يعني نعمه من عند ربنا كبير 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 عليا. ده يقول عمل اغنيه حلوه قوي، يقول لك ده لذيذ قوي، ده انا شفته في اخر برنامج كان لذيذ، فالتاني يقول لك بس يا عم عنده مشاكل كتير مش عارف. هو ده بالنسبه لي النجاح. ما ينفعش بعد كل ده ما نتكلمش عن مكتشف احمد سعد، وهو محسن جابر اللي اكتشفه من حوالي 20 سنه، وطول عمره كان بيشوفه بنظره مختلفه عن اي حد، وكان بالنسبه لاحمد سعد الاب الروحي ليه. سعد كان مع اكتشافاتي، كنت مكلف موسيقار صلاح الشرنوبي بانه يكتشف اصوات جديده، وكان منهم احمد سعد. وكان احمد سعد بيقدم تترات المسلسلات، اغاني الدينيه والانشاد الديني، وكان بيقدمها بشكل جميل وناجح. اللي ساعده احمد عشان ينجح ناس كتير، لكن اللي كان بينسب ليها كل الفضل كانت مراته عاليه اللي غيرت كتير في حياته. والله عاليه بصراحه حبيبه قلبي، انا مبهدلها كل اللي انا فيه، كل اللي انا فيه دلوقتي والناس عارفه. ودايما كان بيوصفها بكلام كبير، وكل مره بيظهر فيها بيأكد دورها في حياته. بص هي بصراحه يعني صاحبه طفره في حياتي مهمه جدا جدا جدا، وانا مستسلم تماما لافكارها، ومتفتح جدا جدا لطريقه تفكيرها وطريقه، لان انا عايز اروحها. ساعات بتبقى انت عندك قدر كافي من الذكاء انك تخلي اللي قدامك هو اللي يتصرف. انجب من عليا بنتين، الاولى سماها على اسمها من كتر حبه فيها، والثانيه مريم اصغر بناته اللي انتشر ليها فيديو سنه 2023 بعد ولادتها وهو بيأذن في ودنها. أكبر. احمد سعد عنده اولاد تاني من زوجته الاولى، وهم بنته جودي اللي ورثت منه موهبه الغنى، وكمان عنده ولد سماه على اسمه. فاكرين موهبه القلش اللي عند احمد سعد؟ تفتكروا مين السبب في الموهبه الجديده دي؟ ولادي ابطال العالم في القلش 3 سنين ورا بعض. لا بجد بيقلشوا بس بصداقه، يعني صداقه بقى، فاهمني؟ يعني بيقفلوني من حاجه. ايوه، ولاده هم السبب في الموهبه العظيمه دي، وطالما في البرنامج جابوا سيره القلش استحملوا اللي احمد سعد هيعمله معاهم. بيقول لك مره كهربائي قعد على القهوه طلب فيشه تفاح. بيقول لك مره كشري عمل حادثه فقد البصل عشان كان ماشي عدس الاتجاه. ومع الكلام على عيلته، مامته الست رابحه قالوا في مره عليها انها اميه، لكن برغم كده قدرت تطلع ولادها متعددين المواهب، كل واحد فيهم غير التاني. اخواته كتير، لكن المعروفين منهم اخوه الكبير اللي واخد مكانه كبيره في عيلته، وبالذات عند والدته. ده بقى يعني ماما بتحبه بشكل، لا وهو كمان مؤدب بشكل، يزعق يغيظ، يقعد يقول لماما حضرتك ويفضل لابس شبشب على طول. تعالي يا ماما نروح نعمل عمره انا وانتي، بدنا عشان ناخدها وبتاع، وهي بتدعي يا رب يا سامح يكرمك يا كلام سعد عنه صح جدا، هو مش بيغيظك انه مؤدب، ده كمان هيبهرك لما تعرف كان بيتعاقب ازاي وهو صغير. انت العقاب بتاعك ان انت مش رايح المدرسه بكره. ده حقيقي، ده صحيح، لان انا من وانا صغير على فكره يعني كان بالنسبه لي دي التعليم والمدرسه دي طاقه نور. زي ما قلنا ان والدتهم كانت اميه، لكن اللي حصل لها بسبب حبها لابنها وانها تعلمه كان عظيم جدا. امي ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، اتعلمت القرايه
والكتابه وهي بتعلمني وانا في الحضانه. وفي اللقاء اللي ظهر فيه سامح كشف عن شويه تفاصيل لطريقه تربيه والده ووالدته وكمان حياتهم الشخصيه. مصدر النظام كان ماما، لكن مفيش فلوس. الفلوس ما مش هي الاساس، لان هو في قناعه. بابا كان مصدر الخيال بالنسبه لي. من كلام سامح تحس انه شخصيه فعلا عظيمه ومحترمه، ووالدتهم من حقها تحبه اكتر من اخوات، بس كان المفروض تراعي مشاعر احمد انه موجود. هم مش عارفينك بتحبي سامح وبتقوليها. طلعتي انا بحبكم كلكم يا احمد يا ماما. بس سامح يزيد بعقلنا وربع. كمان كان في لقاء قريب لاحمد سعد بيتكلم فيه عن اخوه بطريقه استفزت الناس قوي. هو ده الوحيد اللي ضاع فينا هو اللي باظ. ما لو كان طلع فنان كان زمانه كسب اكتر اكتوبر مع عربيه 120 وايده فيها شحم. رحت جبته انا اخر مره. وبعد كلام احمد سعد على اخوه اتفتحت قضيه مهمه للراي العام، ان ازاي العلم مش متقدر في مصر، وازاي العلماء في مصر حالتهم بالشكل المهين ده. الاخ الثاني لاحمد سعد اللي كلنا عارفينه وهو عمرو سعد، وعلاقته باحمد قويه جدا، وبنلاحظ ده في ظهورهم مع بعض، وباقي اخواته ما نعرفش عنهم حاجه وبعيدين عن الاضواء. هو دخلنا في تفاصيل اكتر في حياته لما طلع واتكلم عن حلم شافه وهو عنده 25 سنه، كان سبب في تغيير كبير في بدايه حياته. شفت انا فين وممكن اروح فين بعد كده، وصحيت من الحلم ده وانا ميت من العياط. بس بعد الحلم ده بقيت بحب كل الاديان وبقيت بحب كل الناس. والغريب بقى ان الحلم ده كان سبب انه عمل تاتو في دراعه. الرسمه اللي انا رسمتها على دراعي دي هي اللي انا شفته. ده واحد ماشي في اتجاه النور وعنده 2 ملائكه وسط عمدان معين. انا صحيت بعد الرؤيه دي، حكيت للراجل بتاع الوش وقلت له انا شفت البتاعه دي، ورسمها لي زي ما انا شفتها بالظبط. ومع الدخول في تفاصيل حياته هنتكلم عن الوعكه الصحيه اللي مر بيها، وكانت بتهدد مسيرته الفنيه لما لغى حفلته في مهرجان الموسيقى العربيه، والسبب انه حس بوجع كبير في الفك العلوي والسفلي، والدكتور نصحه بالراحه التامه، وبعدين خضع لعمليه جراحيه، وده بسبب تآكل حصل له في عظم الفك. اللي حصل له ده كان بعد رجوعه من حفل زفاف ابن بسمه وهبه، وما لحقش يفوق من اللي حصل له هناك في ايطاليا لما اتسرق منه مجوهراته وساعاته. كان فيها ساعات اوديمار وفيها ساعات تانية وفيها الكوليل، الناس كلها بقى قعدت تتكلم عليه. الناس قالوا انه اتحسد، خصوصا انه ظهر مع مراته عاليه اللي كان اول ظهور ليهم مع بعض بعد انفصالهم عن بعض الفتره. فلو ما تعرفوش ان احمد سعد كان اعلن انفصاله عن مراته بشكل نهائي، والسبب اللي خلاهم ينفصلوا عن بعض هو نفس السبب اللي كان دايما بيطلع يشكر فيه. لان انا لو عايز مصلحتي مش مصلحتنا كان كل الظروف بتقول ان لازم اكون موجود في العلاقه. انا علاقتي بيها انا وهي بنتبسط فيها وتروح، وعلاقتي انا بشغلي وعلاقتها هي بشغلي تبقى هي الجزء الاكبر. ولما اعلنوا طلاقهم الناس هاجموا احمد سعد، خصوصا ان دي كانت الجوازه الرابعه ليه، وكان اكبر هجوم عليه من تامر امين اللي طلع عن شعوره لما اتكلم عن الموضوع. انت وبعدين معاك احمد سعد صحيح. احمد سعد طلق للمره الرابعه، وزوجات وطلاقات وخناقات احمد سعد الزوجيه اكتر من اغنياته، يعني ما بين اغنيه واغنيه في يا جوازه يا طلاقه. لكن انفصالهم ده ما استمرش كتير ورجعوا لبعض تاني، وتحولت طريقه احمد سعد لخطيبه احمد سعد، واعلن رجوعهم بطريقه مختلفه، وحب يدي نصيحه لاي 2 منفصلين. فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي، عشان احنا اتطلقنا يعني، بس قررنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم، ان احنا نعمل فتره خطوبه، رساله لكل الناس اللي اتطلقت يعني، او اللي لسه هتطلق واللي هيتجوزوا، يدوا نفسهم فرصه بعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي حاجه، ويبتدوا حياه جديده ما فيهاش اي حاجه وحشه ولا حلوه، بس يبقوا مع بعض وخلاص. لما اعلن رجوعه كان بيحتفل بنجاح البومه الجديد حبيبنا اللي نزل في بدايه 2025، وكان بدايه جديده في حياته. حبيبنا. ولما كان بيعلن عن الالبوم الجديد مع عمرو اديب شارك معاه بنكته طبعا. مره مصممه ازياء ما عرفتش تنام من صيحات الموضه. الالبوم ده نزل بعد 15 سنه من انقطاع الالبومات، وهو عباره عن 9 اغاني، واكتر اغنيه مكسره الدنيا دلوقتي اغنيه مفتقدني. فكرة انك مش لاقيني ومش طايلني مأزماك اللي قلبت الدنيا على التيك توك الايام دي، واغنيه تيجي نحارب. تيجي نحارب. وكمان اغنيه بسيط. انسان بسيط. مع النجاح الكبير اللي عمال يحققه كلنا بنتساءل ايه السبب الممكن في ان نجاحه وانطلاقته الحقيقيه ما جاتش الا بعد سنين طويله من ظهوره. وهو كان رد على الكلام ده بكل شجاعه وقال انا ما اخلصتش بالشكل اللي هو يعني ده اعتراف طبعا. انت ما اخلصتش بالشكل طبعا. اخر ظهور لاحمد سعد كان في جويا وورد، ظهوره ده اثار الجدل كالعاده بسبب سعر البلطو اللي عدى 900,000 جنيه، وكمان كان لابس حلق وعقد ب 200,000 جنيه. وطبعا مع فلسفه احمد سعد اللي اتعودنا عليها، اغلط واطلع اعتذر عادي. هتكلم عن الحلق. بصراحه انا بعتذر عن الموضوع الحلق ده،
وكان ليه رد فعل طريف لما عرف ان ريم وسميه كانوا في الحفله معاه لما المذيعه سالته هل هو السبب في صلحهم ورجوعهم لبعض. مين قال كده؟ هم كانوا هناك اصلا؟ كانوا هناك بجد كانوا في الجيم؟ والله كانوا هناك. محدش قال لي. كل مره بيبهرنا برد فعله الغريب على اي موقف، لكنه في الاخر وبعد الخلافات الكبيره اللي حصلت معاهم كان قلبه ابيض واتمنى انهم يتصالحوا عادي. احمد سعد عنده دلوقتي 43 سنه، وطبعا بعد كل الاطلالات اللي بيظهر بيها ولما بنعرف اسعار الاطلاله بنتصدم، وتقريبا ثروته بتقدر ب 300 مليون جنيه او اكتر كمان. احمد سعد معروف انه مجنون، لكن هل بعد الصوره اللي نزلها مع جوني ديب وويل سميث ممكن يكون بيحضر لنا حاجه معاهم الايام اللي جايه؟ انا فرجت عيني جامد، قلت ايه ده؟ هو انا فين؟ ده الاثنين ما جمعهمش اوسكار، انا جمعهم احمد سعد. وفي النهايه ومهما كان الجدل حوالين احمد سعد محدش يقدر ينكر موهبته وصوته القوي اللي بيخطف اي حد يسمعه، لكن السؤال اللي بيفرض نفسه، السر اللي خلاه يحقق نجاحات متتاليه في اخر كام سنه؟ هل هو ذكاء في اختياراته الفنيه وتجديده المستمر، ولا مجرد توفيق وحظ؟ والاهم من ده، هل يقدر يحافظ على بريقه قدام المنافسه الشرسه وتغير ذوق الجمهور، ولا النجاح اللي حققه دلوقتي مجرد محطه مؤقته في رحلته والاصعب هو الاستمرار؟